السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب ام مالك. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مشرفيني ومنوريني في القناة. طبعا بداية كده قبل ما نعمل اي حاجة في الفيديو متنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا بنات. تاني حاجة بسرعة بسرعة كده انزلوا اعملوا لي اشتراك في القناة وفعلوا الجرس واختاروا اشعار الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وحطوا لي لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا هنعمل فيه ايه النهارده. بصوا بقى، احنا طبعا طالعين من العيد، زهقنا لحمه وزهقنا كفته وزهقنا فراخ. وبصوا الاكل ده كله الواحد حاسس ان هو خلاص يعني نفسه بتقفل لما بيسمع عن لحمه او فراخ او حاجه. فانا قررت النهارده ان انا هنزل السوق واجيب ايه، سمك. بس طبعا للاسف ما لقيتش سمك كبير، بس قلت خلاص هجيب سمك من اللي هو الصغير ده. كنت مره كنت في عيادة دكتور عظام يعني وكده، وكانوا الناس قاعدين بيتكلموا بيقولوا ان السمك المشوي الصغير او اي مشوي او مقلي يعني الصغير ده بيبقى فيه ايه، كمية كالسيوم كبيرة جدا ومفيد جدا جدا للعظم. المهم نزلت جبت ايه، كوباية إيه، جبت السمك ده وجبت الخضار بتاع السلطة وجبت جرجير ورز وكده عشان خاطر هعمل النهاردة أكلة سمك كده حلو. طبعا جيت بقى عملت لي كوباية شاي كده الأول لأن كنت لسه ما فطرتش، وعملت لي سندوتش جبنة وقعدت فطرت. وبعد كده بقى قمت عشان خاطر أجهز للغدا. طبعا زي ما انتوا شايفين عملت دي دقة عاملاها للسمك عشان هحشي بيها مثلا فلفل والبتنجان واحدق بيها السمك. ومجهزه بقى حاجتي كلها قدامي، هي اللي هعمل بيها الاكل، حاجه السلطه والجرجير والرز. وكمان جبت ازازه حاجه ساقعه علشان خاطر نبقى نشربها بعد السمك، يعني بعد اكله السمك بس. وهروح بقى هنضف السمك كده معاكم على الحوض. طبعا القطه واقفه لنا عايزه السمك باي طريقه. فالمهم بقى يا حبايب قلبي، طبعا انا اكلتها سمك خلاص وكده، بس انتوا عارفين القطط بقى بتحب ريحه السمك قوي. هروح على الحوض انضف. بصوا السمك صغير يعني ومش صغير قوي برضو، هو يعتبر وسط. بس يعني هو ده اللي لقيته. وقلت خلاص بقى، يعني كنت سامعه الناس زي ما قلت لكم بيقولوا ان في فايده حلوه وكده. فهروح بقى هقليه، هنضفه كده واقليه. هو زهقني اي نعم في التنظيف، لان انتوا عارفين يعني شوفوا بننضف واحده واحده هو قد ايه، لكن الكبير ايه بينجز في التنظيف معاه. بس يا حبايب قلبي، وطبعا كنت عاوزه اشوي منه كمان، بس بصراحه الدنيا كانت حر وصهد خالص، فانا قلت خلاص مش هدخن الشقه ومش هصهدها اكتر من كده يعني. فهنضف وهقلي وهعمل الرز حبايه وحبايه، مش هعمله ببصله كمان عشان الحر وكده. رحت فعلا على الحوض زي ما انتوا شايفين معايا بقى، بدات انضف اهوت. بس هخلص كله كده مع نفسي عشان خاطر ما اطولش الفيديو، علشان خاطر برضو اللي معاهم باقة او كده لازم اراعي برضو ان الفيديو يكون يعني ايه، مش طويل قوي. يعني في ناس بيعملوا فيديوهات بالنص ساعة وبالساعة الا ربع، لا انا مش عاوز اعمل فيديوهاتي كده عشان خاطر لو في حد معاه باقة، مش كل الناس عندها واي فاي كده يعني. طبعا نضفت السمك خلاص زي ما انتوا شايفين معايا اهو، وهبدأ بقى املحه زي ما انتوا شايفين. طبعا الدقة بتاعته ليمون ملح كمون شوية خل صغيرين وبس، ليمون ملح كمون توم وخلاص. وبفرم جامد كده في الكبة وبحطها. عوزت بقى اعمل منها يعني تحديقة للبتنجان ماشي، تحديقة للسمك ماشي كده، يعني بينفعني بتبقى حلوة كده وانا عاملاها. بحطها في الفريزر، ولما بعوز بقى بطلع معلقتين بمعلقتين كده برضو علشان ما ايه ما تفقدش الريحة بتاعتها وتفضل ريحة الدقة كده حلو. بس كده زي ما انتوا شايفين هحدق برضو باقي السمك زي ما انتوا شفتوا معايا كده. وهنا عملت الرز حبايه وحبايه زي ما انتوا شايفين اهو. وهقلي سمك. عايزه اقول لكم احنا في اليوم ده متغدين الساعه 7 بالليل. اه والله يعني اتغدينا متاخر خالص مش عارفه ليه. المهم السمك كمان بحمره اهو.
زي ما انتوا شايفين والله كان طعمه حلو قوي. يعني تحسي فيه بطعم السمك الكبير، تحسي انه بلاستيك شويه كده، طعمه مش يعني مش قد كده، مش زي ده. طعمه كان جميل والله خالص. وطبعا بطلعه بقى، يعني بصوا لونه بيبقى كده حلو. الغامق عن كده بالسمكية بتنشف طبعا لانه صغير. وهو مش صغير، هو يعني يعتبر سمكية وسط كده اهو. بطلعها لونها فاتح، بس طبعا بتبقى مستوية وبتبقى جميلة. وهقلي باقي برضو كمية السمك. عايزة اقول لكم يا بنات ان يعني حصل دروب عندك في الميزانية، في ظروفك، في اي حاجة، او ما فيش دروب ولا حاجة، يعني مشي بيتك على قد اللي موجود معاكي. ما تقفيش وتقولي لا انا مش معايا، انا مش هعرف اكل النهارده، انا عيالي هيبقوا جعانين. لا والله، لو انت عايزه تمشي بيتك وتمشي حياتك هتمشيها، لان عمر ما حد هيعرف يمشي بيتك غيرك، انت بس اللي هتعرفي تمشي بيتك. يعني عارفه ايه يكفيكي ايه ما يكفيكش، ومحدش يعرف يعمل لك ميزانيات. انت برضو اللي هتعرفي تعملي لنفسك، لان انت عارفه ايه اللي بتطلعيه تصرفيه، وايه اللي ممكن تستغني عنه، ايه الاساسيات، ايه الكماليات. الحاجات دي كلها انت بس اللي تعرفي تتحكمي فيها، ولا حد يقولك انا هعمل لك ميزانيه. لا والله العظيم مش بتظبط خالص. بس يا حبايب قلبي، وادي شكل الغدا بتاعنا بقى، فضل ونعمه الحمد لله. اللهم احفظه نعمه ودمها من الزوال يا رب، واحفظها من الزوال. يعني الحمد لله اكل جميل اهو، كلنا وشبعنا، وسمك وحاجه مغذيه بامكانيات قليله. نسيت اقول لكم ان انا كنت جايبه السمك ده الكيلو كان ب10 جنيه، ما كانش غالي. بس والمخلل ورز والجرجير، وجبه كامله اهيت، فضل ونعمه يا رب، احفظها من الزوال الحمد لله. يعني انت لو مثلا هتجيبي 2 كيلو، هتجيبي كيلو سمك، او على حسب افراد اسرتك ب20 جنيه سمك، وشويه السلطه، لحاجه السلطه دي مثلا ب5. يعني مثلا ب5 جنيه هتجيبي مثلا نص كيلو طماطم وربع خيار، وهتشكلي حاجه السلطه بتاعتك بس. واتغدينا الحمد لله. وكنت بقى بجهز فول وطعميه وحاجات عشان الفطار، لان زي ما قلت لكم هو بصراحه انا كان عندي دروب في الفتره دي، فكان لازم امشي نفسي على قد الامكانيات اللي موجوده معايا. لا هروح استلف من حد، ولا هروح اقول لحد اديني، ولا اجوع عيالي، ولا اي حاجه من الكلام ده كله. فالمهم ان انا همشي بيتي زي امكانياتي ما بتقول، بمعنى ان انا امكانياتي موجوده معايا، الحاجه بزياده بعمل بزياده، امكانياتي على قدي خلاص. زي ما انا عامله هنا كده، انا كنت دايما متعوده بعمل 2 كيلو طعميه و2 كيلو فول، وبدمس وبظبط الدنيا، وبقوم جايه ايه حاطه في الفريزر. لا امكانياتي ما سمحتليش المره دي ان انا اعمل كده. هوقف الدنيا؟ لا طبعا مش هوقف. قلت خلاص انا بعمل 2 كيلو عادي، ايه يعني ما اعمل كيلو بكيلو، ومنين ما يخلص اعمل غيره. بس انا هنا كنت عامله بصراحه نص كيلو، ما كنتش عامله كيلو او كيلو، يعني نص كيلو وشويه عليهم كده كمان. بس عملوا لي الكميه اللي انتوا شايفينها دي، والحمد لله. وعدى الاسبوع ده والحمد لله كان زي الفل، حاجتي في بيتي وموجوده، وبيتي مستور ومليان بالخير الحمد لله. طب ليه؟ لان انا عارفه امكانيات بيتي هتمشي ازاي. في مثل زمان كانوا بيقولوه، كل دار وله مدار. يعني ايه؟ كل دار، كل بيت عارف هو ماشي ازاي، عارف ايه اللي مثلا ايه يستغنى عنه، وايه اللي ما يستغناش عنه. يعني الاكل طبعا مش هنستغنى عنه عشان خاطر العيال، انت مش هتجوعيهم برضه. لا، الام الناصحه بقى هي اللي ايه تبدا تدبر نفسها زي ما بقول لكم كده. حتى الملح المبهر والله عملته علشان خاطر بقى لو عملنا سندوتشات طعميه او كده وقطعنا عليها طماطم، يبقى السندوتش طعمه حلو. وعملت هنا كاتشب علشان خاطر برضو حمرنا بطاطس كده، اي حاجه يبقى برضو الكاتشب موجود، ومش هشتري من بره. وفرت، انا كنت جايبه العلبه اللي عليها سبايدر مان دي ب17 جنيه، دلوقتي انا مليت الاتنين دول ب5 جنيه طماطم بس. وطبعا طريقه الكاتشب موجوده عندكم على القناه، ارجعوا للفيديوهات القديمه هتلاقوها باذن الله. وبس. كنت عامله لي بقى فنجان قهوه بلبن كده اشربه علشان خاطر اليوم يعني كان طويل وكده، والحمد لله
خلصنا حاجتنا وسطرنا بيتنا، ومن غير ما نحتاج لحد ومن غير ما حد يعرف عننا حاجة مشينا بيتنا ومشينا حياتنا، والله المستعان. يا ريت بقى لو وصلتوا للفيديو للاخر كده ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة.